لقاء الأسبوع برنامج أسبوعي يأتيكم عبر بريس 23، يسلط الضوء على كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أسعد الله أوقاتكم من بريس 23. أنا كاو عيسو أحييكم في برنامج لقاء الأسبوع. الهدنة في سوريا إلى أين وما مصيرها؟ هل ستفشل الهدنة كسابقاتها أم أنها فشلت؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها عبر الهاتف على الصحفي والإعلامي عبد الحليم سليمان من مدينة رأس العين السورية. أهلا بك سيد عبد الحليم. تحياتي لك أستاذ كاو وللسادة المستمعين. لو أبدأ معك سيد عبد الحليم بسؤالي عن الهدنة السورية، إلى أين تتجه وما مصيرها؟ بداية، وصول الأطراف الدولية وخصوصا روسيا والولايات المتحدة إلى قرار لوقف إطلاق النار وتكريس الهدنة بين الأطراف المتصارعة في سوريا، بين النظام والمعارضة المسلحة والقوى المختلفة، هو أمر إيجابي ينعكس إيجابا على حياة السوريين في المدن والبلدات التي تشهد صراعا مسلحا منذ ما ينوف 5 أعوام. مدى التزام كل من المعارضة والنظام بعدم اختراق الهدنة يزيد من احتمالات نجاحها، وبالتالي يفتح الأبواب لبدء المفاوضات والمحادثات سواء المباشرة أو غير المباشرة التي قد تفضي إلى حل سياسي في نهاية المطاف، وهو الأمر الذي يريده معظم السوريين. لماذا قبل دمشق الالتزام بالهدنة رغم تقدم جيشها في عدة جبهات من القتال؟ النظام أو دمشق قبلت الهدنة والتزمت بها من حيث المبدأ وسواء عبر التصريحات الإعلامية، لأنها تحت ضغط دولي كبير وخصوصا من حليفتها روسيا، ولا سيما تراجع الدور الإيراني في سوريا بعد الاتفاق النووي الشهير بينها وبين الدول ذات الشأن بملف السلاح النووي والطاقة الذرية. أما تقدم الجيش فهو تقدم طارئ ومؤقت، وخصوصا بعد زيادة الضغط والدعم من جانب الطيران الروسي، وبعد تدخله المباشر في سوريا أدى إلى تقدم طفيف أحيانا واستراتيجي أحيانا أخرى على جبهات مختلفة من قبل النظام، لكن هذا التقدم لم يغير الكثير على ساحة والرقعة الجغرافية السورية، لا سيما أن داعش تسيطر على مناطق كبيرة في سوريا، وهناك أطراف معارضة أخرى تسيطر على الكثير من المساحات الجغرافية والنقاط والمناطق الاستراتيجية. لذا تقدم النظام في جبهات القتال ليس بالأمر الكبير إذا ما قارنا مع مجمل الصراع الدائر في سوريا، بل عززت نوعا ما من موقع النظام التفاوضي مع الدول والأطراف المعارضة وكذلك الدول التي تدعم تلك الأطراف. يمكننا القول أن النظام عزز وحصن بعض المواقع التفاوضية أكثر من تلك العسكرية على الأرض. هل ما حصل في مدينة الأبيض السورية لها علاقة بالهدنة؟ وخصوصا أن بعض الأكراد يتهمون تركيا بفتح حدودها أمام عناصر التنظيم. ما حصل في تل أبيض هو اختراق أمني واختراق عسكري، وحسب الوحدات الكردية فأن الدولة التركية ساهمت في هذا الاختراق وغطت على دخول داعش لا سيما في تلك النقاط الحدودية مثل منطقة سلوق وتل أبيض وغيرها. لا، ومن طرف آخر أيضا تنظيم الدولة أو داعش كان قد تجهز لهذه العملية منذ فترة حسب المعطيات الموجودة الآن، وخصوصا أن الكثير من الخلايا النائمة والذين كان معظمهم من
أطفال دون سن 18 كانوا قد تحصنوا في مدينة الأبيض وقاموا بتلك العملية، بالإضافة إلى الدعم والاختراقات الأخرى التي وصلتهم. وعلاقة هذا الأمر بالهدنة له تأثير طبعا، لا سيما أن وحدات حماية الشعب قد أعلنت التزامها بالهدنة عدا عن أو بمضمون القرار الدولي بشأن وقف إطلاق النار، لا كما أن معظم حدود الصراع لدى وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية هي مع تنظيم الدولة داعش وجبهة نصرة أو الكتائب المسلحة التي أعلنت ولاءها منذ زمن لجبهة النصرة. الائتلاف السوري المعارض اتهم دمشق وروسيا باختراق الهدنة، ما مدى صحة هذا الاتهام سيد عبد الحليم؟ بطبيعة الحال وحسب المراقبين النظام سجل عدة اختراقات في مناطق المعارضة، وكذلك الطيران الروسي قام بخرق وقف إطلاق النار عبر قصف عدة نقاط. وحسب المراقبين والأنباء الواردة فإن المناطق أو معظم المناطق التي تم قصفها لم يتواجد فيها لا داعش ولا تنظيم ولا جبهة النصرة، أي أن النظام وروسيا تستغل وقف إطلاق النار، وهي بالتالي تحاول رغم وجود هذا الظرف أو لنقل الهدنة، لأنها تحاول قدر المستطاع إضعاف الكتائب المعارضة، وذلك من شأنه أن يعزز موقع النظام في المفاوضات إذا ما تمت بعد أن تتفق الأطراف الدولية على أن الهدنة قد جرت بشكل جيد وأنها سوف تنتقل لعملية المفاوضات والمباحثات لتمهد للعملية. سؤالي الأخير لك سيد سليمان، برأيك هل ستفشل الهدنة كسابقاتها أم أنها فشلت منذ لحظاتها الأولى؟ كلما التزمت الأطراف المتصارعة على الساحة السورية وتلك المعنية بقرار وقف إطلاق النار كلما ازدادت فرصة نجاح الهدنة، وبالتالي فإن الوصول إلى نقطة يقول فيها أصحاب القرار أننا سننتقل إلى المباحثات والمفاوضات هي تعتمد على مدى التزام كل من المعارضة والنظام بوقف إطلاق النار. ونحن في هذين اليومين شهدنا عدة اختراقات من عدة أطراف، وخصوصا النظام أنها اخترقت قرار وقف إطلاق النار. والآن المراقبون الدوليون مثل السيد دي مستورة وحتى موظفون في الخارجية والدفاع الأمريكية يتناقشون حول الآليات التي من الممكن أن يتم فيها رصد تلك الانتهاكات أو الخروقات لقرار وقف إطلاق النار. لكن بالمجمل وبالنهاية مهما التزم النظام وكذلك الكتائب المسلحة المعارضة بوقف إطلاق النار كلما تأمنت فرصة للمدنيين السوريين وعموم الناس من تأخير القتل والدمار ولنقل بداية نهاية القتال والدمار في سوريا. وأنا أتمنى شخصيا أن تنجح الهدنة بين الأطراف المتصارعة في سوريا لكي نرى انتقالا سلميا وسياسيا للسلطة عبر المفاوضات والمباحثات، وذلك برعاية وبقرارات
بقرارات ملزمة دوليا. نشكر ضيفنا الصحفي والإعلامي عبد الحليم سليمان من مدينة راس العين سوريا. حتى لقاء آخر من برنامج لقاء الأسبوع، دمتم برعاية الله.